ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ومش عايز منك اي حاجة تانية. زي ما انت شايف دي الصورة قبل الفلتر خالص، ودي الصورة بعد الفلتر. دي الصورة قبل الفلتر، ودي الصورة بعد الفلتر. دي الصورة قبل الفلتر، ودي الصورة بعد الفلتر. اهم حاجة قبل ما تبدأ تحط الفلتر على الصورة تظبط الوانها الاول. ازاي؟ في اول حالة انت ممكن تلاقي الصورة اللي انت مصورها غامقة، يعني زي دي كده. كل اللي انت هتعمله انت هترفع السلايدر بتاع الاكسبوجر بس، وتفتح الصورة قبل ما تحط الفلتر خالص، لان احنا هنحفظ الصورة الاول وبعد كده هنضيف عليها الفلتر. تاني حالة وهي اللون البرتقاني، يعني انت عندك اللون البرتقاني هنا مش موجود خالص. كل اللي انت هتعمله ان انت هتزوده. تمام؟ يعني مثلا هو الصورة دي مظبوطة وكل حاجة، لو عندك اللون او البشرة او الدنيا دي مش موجودة، لونها باهت شوية، كل اللي انت هتعمله هتزود البشرة، وبعد كده هتبدأ ان انت تحفظ الصورة. هتضغط على الشير هنا كده، وتضغط على اخر حاجة تمام عشان تحفظها بجودة عالية، وهتخليها JPG. تمام؟ وبعد كده هتحفظها، تضغط على علامة صح. بعد كده بقى هتضيفها تاني وهتضيف على الفلتر، وان شاء الله تظبط معاك. دي الطريقة الأولى لو الصورة عندك بايظة. طبعا الصورة هنا مظبوطة، فأنا لو جيت حطيت الفلتر كده من غير أي حاجة هتلاقي الفلتر ظبط معايا، لأن أنا عدلت الصورة قبل ما أحط عليها الفلتر. لأن الفلتر بيتعامل مع الألوان اللي هو شايفها قدامه، فطبيعي لو لون مش موجود فهو الفلتر هيبوظ. فلازم الصورة تبقى على طبيعتها، ما تقفرش في الألوان، ما تقفرش في الحاجات اللي انت بتعملها في أول تعديل، عشان الصورة ما تبوظش منك. أنا عايز الصورة على طبيعتها، لان معظم الموبايلات ما بتطلعش الصورة على طبيعتها. ساعات تلاقي الاضاءة عالية قوي، وساعات تلاقيها واطية، وساعات حاجات كتير جدا. فكل المطلوب منك انك تظبط الاعدادات بس مش اكتر، وبعد كده حط الفلتر يا معلم وهتلاقيه ظبط معاك جدا. كمان طبعا انا هسيب لك فلتر تحت في الديسكريبشن، هتلاقي رابط كاتب لك رابط الفلتر عادي خالص، وهتخش على الفلتر وهيطلب منك باسورد. اول رقمين دول بقى ايه؟ هم 4 ارقام. تمام؟ اول رقمين 12. تمام؟ هقول رقمين تانيين. سامحني على الحتة دي بس عشان اقدر ان انا انزل فيديوهات تاني، لان الفيديوهات لما بتبقى من غير باسوردات ما بتجيبش مشاهدات، فطبيعي ان انت اصلا مش هتشوف الفيديو الا لما يكون عليه مشاهدات كتير عشان الفيديو يقترح من اليوتيوب. فانا بعمل الحتة دي بس عشان انت تكمل الفيديو لحد الاخر، والفيديو مش طويل خالص، فالناس تشوفه ويوصل للناس اكتر. لكن انا لو ما حطيتش باسورد الفيديو مش هيجيب مشاهدات، فاسف على الحتة دي. وتعالى بقى نكمل فلتر. عندك هنا في الافكت انا ما عملتش حاجات كتير، انا عملت الكلاريتي بس. تمام؟ انت لو الصورة عندك مثلا جودتها كويسة، ممكن انت تسيب الكلاريتي خالص. الكلاريتي ده لو جبته عند ناحية السالب بينعم الصورة، يعني مثلا نجيبه على الاخر كده عشان نشوف درجة الصورة وصلت لايه. طبعا الصورة باظت خالص بس عشان اوريك التأثير. لو الصورة عندك جودتها حلوة انت ممكن تزود الكلاريتي، وهيدي واقعية في الصورة وشاربينج كده، وهتبقى الصورة معاك جامدة. تاني حاجة في التنت، انا عملت التنت هنا 2 -32، لان انا عايز الصورة تدي اللون الاخضر شوية، لان انا بعد التعديلات التانية الصورة توصل للدرجة دي. لان انا لو ما اديتش، يعني شوف كده، انا لو ما عملتش كده تمام هتلاقيها قلب على اللون البرتقاني شوية، او اللي هو لون الشمس. فانا رجعتها كده عشان مهما كانت صورتك الفلتر يظبط عليه. وبس كده يكون الفيديو خلص. متنساش بقى اللايك وسبسكرايب عشان تشجعني. وتاني رقمين في الباسورد 13. تمام؟ انت هتكتب الرقمين الاولانيين والرقمين التانيين وبالترتيب كده، هتكتب الرقمين اللي انا قلتهم في الاول وبعدين ال 13. وبس كده، وتحمل الفلتر DNG وهتشغله بالطريقة اللي انت عارفها. وبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.